تاريخ 8/5/2023 قوات الدعم السريع القصر الجمهوري. نحن اليوم معانا عدد من الأسرى من قوة الحرس رئاسة الحرس الجمهوري بقيادة السيد اللواء ركن سعيد بشير علي ساكن. سعيد بشير علي ساكن، احنا بنقول لهم مرحبا بكم وسط اخوانكم في قوات الدعم السريع. طيب نسمع للسيد اللواء ركن سعيد قائد قوة الحرس الجمهوري. تفضل يا سيادتك نسمع منك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أنا اللواء الركن سعيد بشير علي ساكن قائد قوات الحرس الجمهوري. عندنا يمكن مدة 25 يوم منذ انطلاق هذه الحرب كنا في الحرس الجمهوري، ومبارح يمكن 7/5 أو صبيحة اليوم 8/5 قررنا الانسحاب وتم انسحاب القوات. الآن الناس الموجودين ده الحمد لله بعد ذاك هي ظروف الحرب، الناس طلعت ووقعت في الأسر واتأثرنا مع أخواننا في قوات الدعم السريع. الآن كلنا موجودين، حتى في ناس الآن أنا ما شايفهم من الضباط وضباط الصف مصابين تم إسعافهم مشوا للسلاح الطبي واستقبلونا بضيافة وشربنا موية والحمد لله. وكل الأدوية والعلاجات قدمنا له، لو في ذو العيان يقدموا له الأدوية والعلاجات، والحمد لله معاملة طيبة. ودي كلنا نحن حالنا نحن كسودانيين، ده المتوقع يعني ما في حاجة جديدة. فبرضه إخواننا في القوات المسلحة نسأل الله إنه ربنا يوقف هذه الحرب، يعني وعندهم يد في الحرب دي وعندهم استطاعة إنه يوقفوها. هذه الحرب غضت على الأخضر واليابس، إننا نتمنى ونسأل الله إنها تجيب بإذن الله. طيب ناشدتك لشرفاء القوات المسلحة، انت صح ناشدتهم بإنه الحرب دي ما سليمة وربنا يوقفها وكده، لكن حسب تقديراتك انت كلواء وشايف انه الحرب ده كل الناس بيشيروا انه الحرب دي وراء ايادي سياسيه. مناشدتك لشرفاء القوات المسلحه بتقول لهم شنو؟ والله شوف، السياسيين ما بيتكوبوا بين بيتكوبوا احنا العسكريين. نسال الله زي ما ذكرت لك انه ربنا يوقف هذه الحرب، لو كان وراها عملاء من الخارج او سياسيين او غيره دايرين يدمروا البلد او من الداخل. العملاء دايرين يجعلوا البلد يدمروا البلد، اهلنا يتضرروا منها، غيرنا نحن العسكريين حتى اهلنا المواطنين يتضرروا من الحرب. نسأل الله إن ربنا ينفعنا. شكرا جزيلا السيد اللواء ركن سعيد بشير ساكن. طيب معانا السيد العميد عقيل عبد الله عبد القادر محمد احمد، تفضل نسمع منك كلمتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا العميد الركن عقيل عبد الله عبد القادر قائد ثاني قوات الحرس الجمهوري. فزي ما ذكر أخونا سيادة اللواء سعيد، هي حرب مفروضة على الناس، فرض القوات المسلحة والدعم السريع حاجة واحدة، لكن لظروف سياسيين عمالة من برا خلقت هذه الأزمة اللي هي أصلا ما كان في زول بيتوقع أنها تحدث بين القوتين. ليه؟ لأنه الناس حاجة واحدة، الناس سودانيين كلهم، وأي شيء الآن بيحصل ما مصلحة البلد بيسعى الجميع، كلنا سودانيين. أي امتداد للحرب حيقضي على الأخضر واليابس، حيأثر على السودان بصورة عامة. نحن تحركنا اليوم الصباح بقرار الانسحاب من قوات الحرس الجمهوري، وده حال الحرب. وقعنا في الأسر مع إخوة، احنا نقول إخوة في القوات الدعم السريع. منذ صبيحة اليوم وجدنا أحسن معاملة، استقبلونا كويس. الجرحى تم إسعافهم فوري إلى بواسطة الإسعاف. باقي القوة يمكن قدموا لي الموية والبلح وأكرمونا، يعني أحسن كرم، وده محفوظ فيهم. بس رسالة لكل الأسر في أيدي أمين الآن مع أخواننا في قوات الدعم السريع. كتر خيرك. طيب نسمع كلمة من السيد العقيد قاري قرجي علي عبد الله. خلاص ما قاري عقيد محمد احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عقيد ركن محمد أحمد حجازي، رئيس شعبة الإدارة قوات الحرس الجمهوري. في البداية نسأل الله إنه ينجلي هذا البلاء، هذه الفتنة، والناس ترجع كلها إخوة
ونبني بلدنا، والشيء الحاصل ده مفروض علينا كلنا، ما بيدنا. دي الأقدار ودي العمالة والأعداء الخارجيين للبلد ومن الداخل برضه، الداخل والخارج، والمستفيد في النهاية هم أعداء البلد، المضرر السودان وشعب السودان. ونحن والله جينا نحسن الدعم السريع، عملوا لنا أحسن معاملة، ادونا الأمان وكلمة رجال، ونشكرهم عليها. الله أكبر. المحلية فيه. ونطمن الله كل منه الوضع تمام، ونحن كويسين ما عندنا عوض. شكرا جزيلا. طيب نحن نناشد الان قوات الدعم السريع القصر الجمهوري. الان كما شاهدتم معانا عدد من الضباط وعدد من الافراد. نحن بنطمنكم يا شباب ضباط الصف والجنود من قوة الحرس الرئاسي من القوات المسلحة، انتم الان وسط اخوانكم ووسط ابناء شعبكم، ما بتجيكم اي عوج، انتم الان في امان، ونحن وانتم واحد، ما في حاجه تفرقنا فرقونا السياسيين بس. نحن فهمنا، نحن وانتم واحد وحنظل واحد، والحرب دي اصلا عندها يوم بتجي فيه، ما بتمشي كده، لكن نظل واحد، وهدفنا ندافع عن السودان وعن ارض السودان وعن عرض السودان، وندافع سوا ان شاء الله يوم ما ان شاء الله. كل الامور دي حتصير على خير ان شاء الله. نحن والله بنقول لكم انتم اخواننا، وبيننا وبينكم والله الا الخير، وما حتسمعوا مننا الا الخير. نتمنى لكم استضافه سعيده في وسط اخوانكم في قوات الدعم السريع. القوه بتاعت الحرس الرئاسي اللي كانت في القصر الجمهوري دي كانت عباره عن قوه محاصره في داخل المنطقه معينه بشرق القصر الجمهوري، وكانت قواتنا في قوات الدعم السريع تعلم عددهم ورتبهم ووجودهم وتسليحهم. كانوا محاصرين في حته محدده، وكانوا محاصرين بشرق القصر، والحمد لله رب العالمين اليوم